ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن الفرق ما بين البي بي كريم والسي سي كريم والدي دي كريم وما بين الفاونديشن. في الحقيقه بنات كتير بيبعتوا لي رسائل على صفحه بيسالوني يعني ايه عاليه الفرق ما بينهم، واحنا فعلا مش عارفين نفرق وكده. وبصراحه فعلا عندكم حق، من كتر الاسماء ناس كتير قوي بتتلخبط ما بينهم. ففي الفيديو ده هقولك الفرق ما بينهم، فيلا بينا نبتدي. اول حاجه بالنسبه للفرق ما بين الفاونديشن والكريمز كلها سواء سي سي كريم او بي بي كريم، ان الفاونديشن بيبقى ميديوم كفرج او فول كفرج، فبيبقى تقيل على الوش، فبتستخدميه مثلا لما تبقي مثلا رايحه خروجه حلوه، سهره حلوه مثلا او كده، وهتحطي فول ميك اب فبتحطي فاونديشن. هم اخترعوا البي بي كريم والسي سي كريم والحاجات دي لان الناس ما تقدرش تحط على وشها فاونديشن كل يوم وهي نازله. يعني مثلا لو اتكلمنا على البي بي كريم، البي بي كريم بتبقى طبقه خفيفه جدا، اخف بكتير من الفاونديشن، وبيبقى فيها نسبه مرطب بتخلي شكل بشرتك احلى. اوقات البي بي كريم بيبقى فيها اس بي اف، واوقات كتير مبيبقاش فيها اس بي اف. نيجي بقى للسي سي كريم. السي سي كريم اسمه اللي هو كولر كوركتنج. انا عندي السي سي كريم اللي انا بستخدمه من لانكوم اسمه سيتي ميراكل. ده فيه اس بي اف بتاعه 50، وكنت اتكلمت لكم عنه قبل كده، قلت لكم ان انا بحب اخده لما بسافر او كده عشان فعلا الكفرج بتاعته حلوه ما بيخلينيش اسمر. السي سي كريم الفرق ما بينه وما بين البي بي كريم ان هو بيعمل كولر كوركشن، يعني بمعنى ان انت مثلا لو وشك فيها حبوب حمراء، عندك مشاكل كتير قوي في وشك، هو بيعمل تصحيح للون، فبيخلي وشك الى حد ما كله درجه واحده، بلس ان هو بيبقى فيه اس بي اف. البي بي كريم اعتقد انه في بي بي كريمز كتير قوي مفيش فيها اس بي اف. فده بالنسبه لي حلو جدا، وده بستخدمه، مش بحتاج بصراحه بي بي كريم، ما بشتريش بي بي كريم. الدي دي كريم، الدي دي كريم ده اللي هو اسمه دايناميك، يعني اختصارا لدايناميك دو اول تقريبا، حاجه كده. هو بيعمل عمل السي سي كريم والبي بي كريم، ويعني هو ميكس ما بين الاتنين، يعني ده الحاجه الاحدث شويه من البي بي كريم والسي سي كريم. بيبقى فيه مرطب، وبيبقى خفيف على الوش، وبيبقى فيه اس بي اف، وبيعمل كولر كوركتنج. بس فده اختصارا الفرق ما بينهم. يعني في خروجك العادي وانت رايحه الشغل اعتقد انت مش تحتاجي هو سي سي كريم، فاكس بي بي كريم بصراحه. وانا شخصيا مش بحب البي بي كريمز، بس لو انت في خروجك العاديه استخدمي سي سي كريم احسن لك مليون مره. لو هتحطي بقى ميك اب حطي طبعا فاونديشن بس. فيا رب اكون افدتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.